طب يا جماعه، بما اننا خلاص في العشر الاواخر، تعال اقول لك ازاي تستغلهم. ان انت محتاج توفيق ربنا الفتره الجايه ديت، وحرفيا دي الحاجه اللي ربنا كرمني بيها السنه اللي فاتت لما بدات متاخر. اول حاجه هتعملها ان انت تحافظ على قيام الليل في العشر ايام دول، لان العشر ايام دول هيبقى فيهم ليله القدر ان شاء الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تاني حاجة هنعملها نقرأ سورة الإخلاص 3 مرات يوميا، فلو وافق ليلة القدر أكنك قرأت القرآن كامل لمدة 84 سنة. تالت حاجة هنعملها هنحاول نتصدق كل يوم، فبرضه لو وافقت ليلة القدر أكنك تصدقت يوميا لمدة 84 سنة. رابع حاجة هنعملها إن إحنا نستغفر كل يوم للمؤمنين والمؤمنات، هنقول: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. ووافق ليلة القدر هيكتب لك 60 مليار حسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. خامس حاجة هنعملها هنقرأ خواتيم سورة البقرة، يعني لو وافقت برضو ليلة القدر هتاخد 30,000 حسنة. تالت حاجة هنعملها هنقول سبحان الله بحمده 100 مرة، فبرضو لو وافقت ليلة القدر هيكتب لك 30 مليون حسنة، وشال من عليك 30 مليون خطيئة. وطبعا نصلي على النبي كتير وندعي كتير، لان الدعاء بيغير القدر، وانت حرفيا محتاج الفتره الجايه ديت توفيق من ربنا كتير. فحاول ان انت تدعي كتير، حاول ان انت تستغل الايام اللي جايه ديت. الصائم له الدعوه لا ترد، فحاول ان انت تدعي عند الفطار، تدعي في الليل، تصلي قيام الليل، وان شاء الله موفقين.